الناس اللي بتقول لو امام عاشور ركز في الكوره هيبقى في حته تانية. طب كملوها بقى، ليه يبقى في حته تانية؟ هو فعلا امام عاشور ما بيلعبش 100%، ده بس ب 60% بس من مستواه. لو لعب 100% فعلا وركز في الملعب هيكون فعلا في حته تانية وتالتة ورابعه. ليه؟ الاهلي عنده افضل واحد 8 بوكس تو بوكس، مش في مصر، في افريقيا. تاني يا كباتن، الاهلي عنده افضل لاعب 8 بوكس تو بوكس مش في مصر، في افريقيا كلها، امام عاشور. حته كده صغيره بس، امام لو ركز بس هيبقى في حته تانية خالص. تعال نشوف بقى اللعبه دي، بس دي امام تصرفه ازاي بالدريبل، ما شاء الله. يلا بينا كده نشوف امام كده. ربيعه يلعبها الامام، بص امام يعمل ايه، بص امام يعمل ايه، خدها حطه في ظهره، هاجم المساحه، بيهاجم المساحه. نكمل هنا فكر تفكيرين، تولت منه. عندك واحد فكره حلو جدا وعارف يعمل ايه، نزل لربيعه، خدها، حط لعب في ظهره، عمل دريبل، هاجم المساحه. لو بس مركز هيعدي واحد من واحد على واحد، هيروح انفراد. لو كان الجول ده جه، فامام عاشور سيبك من الهجاص اللي احنا كلنا عارفينه، ركز بس في الملعب، ركز في الملعب. هيبقى دي تقريبا اخر سنه ليك، لو ركزت في الملعب هيبقى دي اخر سنه ليك في الاهلي، وهتطير على الدوري الانجليزي. ان فعلا لو وصلت ل 100% هتكون في حته تانيه خالص.